سيدي مفيش حاجة راحت ولا حاجة، اتفضل أشياء اهي. انت بتشتغلين يا ميرو؟ دي كيكة، فين البيض واللبن؟ يا سلام، وهي الكيكة بتتعمل ازاي؟ وتتعمل ليه؟ ما نقطفها من اي شجرة كيكة. اي بهزر. بس هو الغريب في الموضوع ان البيض واللبن والدقيق والسكر لما يتحطوا على بعض يطلعوا الكيكة اللي شكلها وطعمها مش شكل ولا طعم اي حاجة منهم. مش غريبة ولا حاجة، اللبن والبيض والدقيق والسكر لما اتعجنوا مع بعض ودخلوا الفرن بيحصل لهم تغيير كيميائي ويتحولوا لمادة جديدة خالص ليها خواص مختلفة. تغيير كيميائي؟ يا للهول. أيوة يا أوجو، أي حاجة في الدنيا وأي مادة بتتغير، لو اتغيرت في الشكل بس لكن فضلت نفس التركيب، يعني مفيش مادة جديدة اتكونت، يبقى ده تغيير فيزيائي طبيعي يعني، وساعتها أقدر أرجع المادة تاني لشكلها الأصلي. لكن لو التغيير كان مش بس في الشكل لكن كمان في التركيب والخواص زي ما حصل في الكيكة دي، يبقى تغيير كيميائي. وطبعا ساعتها مش هنعرف نرجع المادة لحالتها الأولانية، ضاعت أشيائي. بس هزار يا أوجو، وتعالى نبص مع بعض على شوية تغييرات بتحصل حوالينا وتقولي مين فيهم تغيير فيزيائي ومين كيميائي. ده تحول للمية من حالة لحالة، من صلبة لسائلة ومن سائلة لغازية بالتسخين. المية اتغيرت في شكلها لكن هي مية في كل الحالات، مفيش ولا مادة جديدة ظهرت. وكمان نقدر نرجعها تاني لشكلها الأولاني بالتبريد. يبقى ده تغيير فيزيائي. تمام، طب وده؟ الملح أو السكر اختفوا، يبقى كيميائي؟ لا يا أوجو، هو ما اختفاش، هو داب في المية، بس لو دقنا المية هنلاقي طعم السكر أو الملح فيها زي ما هو، ما اتغيرش، لأن مفيش مادة جديدة اتكونت. وكمان لو فضلنا نسخن المية لحد ما تتبخر كلها هيرجع تاني الملح أو السكر لشكلهم الأولاني. يبقى كده برضو نقدر نعتبر ان ذوبان السكر او الملح في المية تغيير فيزيائي. طيب وشوف ده كده، ده حد بيطحن حاجة، بس بيطحن ايه ده؟ يا ترى سكر ولا طباشير؟ مش هتفرق يا أوجو، في الحالتين ده تغيير برضه فيزيائي، لأن السكر المطحون نفس طعم وخواص السكر العادي، ونقدر كمان نرجعه لشكله الأولاني بإننا نضغطه ونكبسه، وكمان الطباشير. اه صح، ده انا بحب قوي السكر المطحون اللي بيبقى محطوط على الكعك. يبقى الطحن برضو سواء سكر طباشير قمح او اي حاجة تانية يعتبر تغيير فيزيائي. شوف ده كمان، متهيألي برضو تغيير فيزيائي، لان الشمع لما بينصهر بيفضل شمع، ولا انت ايه رأيك؟ صح يا أوجو، مش بس الشمع، الشوكولاتة، الذهب، وحتى الحديد لما بينصهروا بيتحولوا من حالة صلبة لحالة سائلة، لكن بيفضل تركيبهم وخواصهم زي ما هي، بس بشرط اني ما اضيفلهمش حاجة تانية، والا ساعتها هيبقى تغيير كيميائي. طب وانا ايه اللي هيخليني اضيف لهم حاجة تانية يعني؟ اوقات بنحتاج نعمل تغيير كيميائي للمواد الصلبة عشان نغير خاصية مش عاجبانا. مثلا الحديد ممكن ازود له عناصر تانية تخلي السبيكة اللي هتتكون تقاوم الصدى. قصدك ان الستانلس ستيل ده مش حديد بس، ده حديد حصل له تغيير كيميائي باضافة عناصر تانية ليه تخليه يقاوم الصدى؟ فعلا يا اوجو، وكمان الذهب لو سبناه نقي ومش مختلط بأي معدن تاني بيكون طري جدا، فعشان نخليه ناشف شوية ونقدر نشكله بالأشكال الجميلة اللي بتشوفها لازم نزود له كمية صغيرة قوي من النحاس.
بس يا ميرو النحاس ارخص بكتير من الذهب. كده ممكن يكون في حد بيزود النحاس في الذهب عشان يكسب فلوس اكتر. فعلا يا اوجو معاك حق. عشان كده نسبة النحاس اللي بتتزود على الذهب بتبقى متقاسة بدقة عالية جدا. ولما بنيجي نشتري الذهب بنشتريه بالعيار، كل العيار ما يزيد يبقى فيه ذهب اكتر ونحاس اقل. عشان كده الذهب عيار 21 اغلى من عيار 18. صح يا اوجو. ماشي، يبقى اي انصهار مدام نفس المادة يبقى تغيير فيزيائي، لكن لو زودنا مواد جديدة اثناء السهر يبقى تغيير كيميائي. طب بص كمان، فاكر دي؟ طبعا، دي عملية سحب لمعدن الألومنيوم عشان أعمل منه ورق الفويل. طب قولي بقى يا شاطر، التغيير اللي حصل للألومنيوم فيزيائي ولا كيميائي؟ مادام الناتج ألومنيوم برضو يبقى فيزيائي. صح يا اوش، وكمان اقدر ارجع ورق الألومنيوم لشكله الأولاني لو كبسته في مكبس. أوكي، يبقى في الحالة دي تغيير أي شكل مادة بالسحب أو الطرق أو التشكيل زي ورق الألومنيوم مثلا أو أسلاك النحاس أو أبواب الحديد ده تغيير فيزيائي. طب بص ده بقى. كيميائي طبعا، الورق ده لما اتحرق اتحول لمادة تانية خالص ليها خواص مختلفة عن الورق. كمان مش ممكن ارجعه ورق سليم مرة تانية. بس انا عندي سؤال، انا عارف ان الورق القديم المستعمل بتاعنا لما بنرميه بيتعمل له اعادة تصنيع عشان يرجع ورق ابيض ونظيف مرة تانية. يبقى كده التغيير اللي بيحصل في الورق فيزيائي ولا كيميائي؟ سؤال جميل يا اوش. فعلا ممكن حد يقول ان الورق فضل ورق يبقى تغيير فيزيائي، لكن في الحقيقة هو تغيير كيميائي. ليه بقى؟ لان الورق المستعمل عشان يرجع ورق نظيف تاني دي عملية طويلة ومعقدة جدا، بنستعمل فيها مواد كيميائية، مثلا عشان نشيل الحبر اللي بقى متحد بألياف الورق، وبنزود ألياف خام وحاجات تانية كتير. وكمان الورق الناتج ما بيبقاش يعني زي الورق القديم بالظبط، بتبقى أليافه أقصر وأضعف. اوكي، يبقى اعادة تصنيع الورق وكمان حرق الورق يعتبروا الاتنين تغيير كيميائي. طب وحرق السكر لما بنيجي نعمل كراميل فيزيائي ولا كيميائي؟ طيب ما تفكر معايا كده، يا ترى هو السكر خواصه اتغيرت؟ طعمه مثلا فضل زي ما هو طعمه بيبقى مسكر شوية، انما طبعا اتغير، وكمان لونه اتغير من ابيض لبني. طيب ينفع نرجعه لشكله الأولاني؟ لا طبعا، كده يبقى حرق السكر تغيير كيميائي. تمام يا أوجو. ايه ده، انت مش شامم حاجة غريبة؟ غريبة، انا شامة حاجة ريحتها وحشة قوي. لا خالص، مفيش حاجة. ما علينا. بص معايا كده وقولي، التغيير اللي حصل للحديد فيزيائي ولا كيميائي؟ انا فاكرها دي، الحديد هنا اختلط بالاكسجين وكون طبقة الصدى، يبقى تركيبه الكيميائي اختلف لانه ما بقاش حديد بس، لا بقى حديد متحد باكسجين، وكمان خواصه التانية زي اللمعان اختلفت وما بقاش بيلمع. كمان مش هنعرف نرجعه تاني لشكله الأولاني بالطرق الطبيعية. يبقى صدى الحديد تغيير كيميائي. برافو يا أوجو. اوف اوف، ايه الريحة الوحشة اللي عمالة تزيد دي؟ دي جاية من شنطتك على فكرة. يوه، تاني يا أوجو، تاني نسيت سندوتشاتك في الشنطة لحد ما عفنت. نسيت؟ اوجو لا ينسى، اسحبيها من فضلك. انا كنت بعمل تجربة بتأكد ان الاكل لو اتساب فترة طويلة بره التلاجة بيتعفن او يتخمر، والتعفن والتخمر صورة من صور التغيير الكيميائي.